استفاد المركز الحضري بدائرة شروين بتميم من شبكة الغاز الطبيعي هذا، وأشرف والي الولاية على تدشين الشبكة بمناسبة عيد الاستقلال، واستفاد من هذه العملية 760 عائلة. الحمد لله لمن مستفيدين من هذا الغاز الطبيعي. نشكر الدولة الجزائرية إن شاء الله اللي بادرت بهذا الأمر إن شاء الله. احنا اليوم جد مسرورين على انطلاق المشروع تاع الغاز المدينة في مدينة شروين، ولا انه هناك احياء اخرى تستحق التوسعة على مستوى بلدية شروين وقصورها. هذا المشروع راه استفدت منه مركز الحضري شروين فقط والقصور المحاذية له، بقي عدة قصور تاوريد تينكرام تاكلزي. الإسراع في وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة ووضع ممهلات السرعة عبر الطرقات وسط المدينة، ربط القصور المجاورة بمختلف شبكات وقاعات للترفيه ومطالب أخرى لسكان دائرة شروين. احنا كاع المخ البلدية بداه من توريت إلى تنزيلي، كاع المخ البلدية، لكن برك كاين بلاصه برك بلاصه، كاين بلاصه كيما نقولوا كاين الحوايج كاين متوفرين، كاين بلاصه ما كانش، خاصه الجير يعني راه مهمش طول. وكاين قضيه واحده اخرى، قضيه المحولات الكهربائيه الارضيه. نتمناو توضح حيز الخدمه الكهرباء على مستوى هذا الفصل الصيف راهي شويه ناقصه، ماذا بينا توضح حيز الخدمه. من ناحيه الريزو هنايا ما كانش، والله الريزو ما كانش والماء ما كانش، ما راش يجي ما راش ما يجيش. من ناحيه الطريق هنايا خصنا الدودانات هنايا، والله راهم يجيو بالمطار. بخصوص التنميه المحليه على مستوى بلديه شروين او الدائره بصفه عامه، راهي تمشي بوتيره نقدروا نقولوا باللي بطيئه جدا. نتمنوا بالاسراع في الانجاز في المشاريع المبرمجه على مستوى الدائره، وثانيا ناقصنا التنميه على مستوى في شافليو وعلى مستوى البلديه، ناقصنا التنميه ناقصه، وخاصه اعاده الاعتبار لطرقات القصور كاع مهترئه، واعاده الاعتبار للقصور الاثريه راهي كاع منهاره، ما استفدتش باي ترميم على مستوى الازمنه القادمه. وثانيا بخصوص المرافق الصحيه الترفيهيه بالنسبه للمسابح والملاعب الجواريه راهي مفتقده تقريبا بلديه شروين.